كل ليلة قبل ما ارتاح تفتح موبايلك وتحول دماغي لمكب زبالة معلومات. مكب زبالة؟ بالعكس، أنا بس بحاول أهرب من الصداع بتاع طول اليوم. وانت فاكر انك بتهرب من اليوم، بس في الحقيقة انت بتزود عليا شغل زيادة. وانت نايم انا مش باخد اجازة، براجع اليوم، اقسمه الملفات، اخزن المهم وارمي الزايد، واصلح التوصيلات اللي تعبكت طول النهار. طيب إيه المشكلة لو مسكت الموبايل شوية قبل ما أنام؟ لما تمسك الموبايل اخر نص ساعة قبل النوم انت فعليا بتديني يوم تاني اراجعه فوق اليوم اللي لسه مخلصش. شاشة الموبايل تبعت ضوء لعينيك يقول لجسمك لسه النهار شغال، والهرمون اللي بيقول لجسمك يلا نام يتأخر، فتنام متأخر وتنام أقل. تاني يوم تصحى دماغك تقيلة، تركيزك واقع وعصبي من أقل حاجة، وتفتكر المشكلة في اليوم مع إن اللي بوظ البداية كانت ليلة امبارح. يعني النوم هو اللي بيحدد المود بتاع دماغي في تاني يوم؟ النوم مش رفاهية، النوم وقت الصيانة. في بقوي الروابط بين الخلايا عشان تفتكر أحسن وأظبط المواد اللي ماسكة مزاجك. لما نومك يقل أو يتقطع الروابط دي تضعف، تنسى أسرع، تسرح أكتر، وتتعصب من حاجات تافهة. طيب قول لي إزاي أقدر أساعدك من غير ما أقلب حياتي فجأة؟ اديني بس آخر نص ساعة قبل النوم من غير موبايل، نور هادي، هدوء، يمكن تفكير بسيط أو كلام مع نفسك، وسيبني أرتب اليوم من غير ما ترمي عليا يوم جديد. وجرب كمان تتحرك شوية خلال اليوم، الدم والأكسجين يوصلوا لي أحسن، فأشتغل معاك أسرع وأصفى. عمري ما فكرت إن كل سكرول قبل النوم بيتحول لشغل زيادة على مخي. أنا مش عدوك، أنا أكتر واحد نفسي تصحى فايق، بس ما تتعبنيش بالليل، وهسيب لك هدية الصبح، دماغ رايقة وتركيز أحسن.